يا ولاد اللعيبه، يا ولاد اللعيبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معايا حلقه جديده، الناس تركز وتسمعنا. معايا في ظهري جمهور النادي الاهلي، ودي قصه بألف معنى. لايك واشتراك وشير على حب الاهلي الجماعه. يلا بينا. مرة ابويا كان بيرميني بطيخة من الدور التالت. قال لي لو نزلت على الارض بطيخة في داهية. قال لي لا، لو نزلت على الارض فيها عمرك. انا ابنك يابا، اي حاجة. قال لي عمرك لو اتشرخت، حتى لو اتشرخت رحت واخدها يتكسر ضلوعي، عمري هيروح. لا، ده ابويا بقى وممكن يسامحني، انما فريق يديني ملايين وياكلني ويشربني. يمكن مش النادي هو لوحده اللي بياكلني ويشربني، بس ايه، ما تبقاش ريحتها وحشه اهو كده. عواد باع ارضه، ده معروفه. خلاص بكره نشوفك في الماتش اللي جاي عامل ازاي. والاعلام يقول لك ايه، شوف ربنا بينتقم منه عشان كان بيتنك في الماتش اللي فات في الحنبلايز، فهو نازل ربنا عاقبه الماتش ده. بالله عليك، بالله عليك يا راجل، قول كلام غير ده يا راجل. يا راجل قول كلام غير ده يا راجل، طفحنا يا راجل. بس على مين؟ على مين؟ على مين؟ على الاهلي. يوم ما تفوت في 2009 واخد الدوري غصب عنك يا كومبارس انت والاسماعيلي. ويوم ما تفوت برضه في 2025 لبيراميدز اللي هو المفروض افشخ من الاسماعيلي، هاخد الدوري منك ومن بيراميدز. والكومبارس واحد والبطل واحد. تتبدل الكومبارسات والبطل واحد. مين هو؟ نادي الزمالك. نادي الزمالك. عاش نادي الزمالك اكبر كومبارس في مصر. قول يلا، عاش نادي الزمالك اكبر كومبارس في مصر. انت اللي خليتني اقول كده، انت اللي جابرني جيل ورا جيل ان اقول عليك كده. انت سايب لي فرصه ان اسقف؟ لا، طول ما الاسماعيلي كان ماشي ورا وسختك انا هفضل كاره الاسماعيلي. هتقول لي يا مصطفى الكوره مش عارف، اقول لك ما بعتمدش، انا ما فيش منه الكلام ده. هو والمصري والزمالك، انا مع بص، ما فيش نادي جماهيري في مصر نضيف غير النادي الاهلي. وكالة الاهرام والساعات والحكام وبلا بلا بلا. ولا احنا بنعمل كل حاجه حرام. تعرف تعمل حاجه؟ مش احنا بنعمل حاجه حرام يعني. انا معاك. بص هدخلك في ايه، في موازنه كده. لو انا بعمل حاجه حرام سنه، 2 3، ربنا هيسيبني طول الوقت؟ ربنا يا ابني اللي بيعمل الغلط ده ما بيعملهوش بس كده وربنا بيسيبه. لا، مش هسمع كده. انا لو بعمل غلط ربنا هيعاقبني الناحيه الثانيه. ولو سابني مره واثنين وثلاثه واربعه هيعاقبني مره واحده على مثلا 10 بطولات حرام. الاهلي عمال يزداد بطولات، عمال يكسب بطولات، وانت عمال تنحدر. واللي معايا على التيك توك فاهمين وحافظين كلامي كويس، ان انا قلت في يوم من الايام الزمالك هينزل نفس النزله بتاعت الاسماعيلي، وعندي كلامي ومش هغيره. هينزل نفس النزله، وهيفضل كومبارس البيراميدز على حسي لحد اما الزمالك يقع. مع ان الزمالك الدوله مش هتسيبه، بس هو ايه، هيفضل رابع خامس بس. لان انديه الشركات دلوقتي كعبها عالي على نادي الدوله. مين نادي الدوله؟ نادي الزمالك. نادي الزمالك يا بيه، نادي الزمالك اللي بيخدم جزم بيراميدز، ايه النادي ده؟ ريحتك وحشه قوي يا زمالك. يا اخي انت لو مش محترم نفسك احترم جمهورك. الزمالك لو مش محترم نفسه احترم جمهوره. العقليه مش حلوه، انت مش حلو. مستني ايه من يكون جمهورك عقليته عامله ازاي؟ مستني يكون جمهورك عامل ازاي اصلا؟ انت مستني يكون عقليه جمهورك وتفكيره تجاهك انت عامل ازاي؟ تجاهه ليا انا يا سيدي عامل ازاي؟ انما انت اصلا مهزق نفسك. مستني جمهورك يبقى عامل ازاي؟ جمهور الصفوه، جمهور اللمبر 1 في العالم، جمهور ال في القنص مناره، مفيش منه. انت مش محسن من وضعك.
جمهور النادي الاهلي لما بيجي يتعامل في حاجه بيتعامل وهو عامل كده. ها، مين اللي جاي؟ طيب مش الماتش 90 دقيقه و11 ل 11 ما بنعتمدش اسامي. انما انت من هنا ومن هنا، اصل هات لي الحكام، حط محمود بسيوني عند الاهلي، هات لي احمد الغندور، نمشي الدنيا، نسلك دول نعدي دول. مش علينا بقى، ريحتكم فاحت بقى. والحمد لله انها مسرحيه ومكشوفه، والمسرحيه مية مية دي بتاعتنا احنا ولا بتاعتكم انتوا؟ عشان ابقى فاهم بس، يعني عشان ابقى ايه مدرك. تمام. ايشو في الناس اتكلمت عن الماتش كله، في لقطه عند ايشو كان بيجري وراه الولد ابراهيم عادل، فهو بيجري ايشو راجع العواد وكان عنده شارع قدام، حتى المذيع ساعتها قال له كان معاك فرصه تدوس على كورتك وتجرأ وروح. هو ما راحش، هو رجع تاني. نفس الكره بتاعت الاسماعيلي الموسم اللي فات ولا اللي قبله، كان هيشوطها كده الولد راح مكاسر وطالع من ال 18. ريحتكم فايحه قوي، ريحتكم فايحه قوي قوي. فبقى الاهلي بطل الدوري باذن واحد احد غصب عنك وعن اللي جابوك انت وبيراميدز. نقفل صفحه الزمالك. طلع علينا كابتن مصطفى عبده امبارح مع ابراهيم فايق، يقول لك ابراهيم فايق طلع كده وقبل الفاصل وبتاع يقول رامي ربيعه وصل لحيطه سد مع النادي الاهلي ومفيش لحد دلوقتي اتفاق مع الراجل والكلام ده كله. طيب اذا كابتن مصطفى عبده يخش عليه في اللاين يقول له انا عندي معلومه. يقول له عند حضرتك معلومه؟ قال له اه. قال له رامي ربيعه مضى. قال له نعم. قال له مضى. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار ابيض، باركي لي يابا، باركي لي يا خالتي. رامي ربيعه ماشي من النادي الاهلي، اخيرا هتفرج على النادي الاهلي. فاكر لما كان طالع مع احمد شوقي وقال لك ما تتفرجش على النادي الاهلي طول ما انا بلعب؟ انا دلوقتي هتفرج على النادي الاهلي وانا عندي نفس. اتمنى ان انت تتفرج على النادي الاهلي من غيرك. راح بيراميدز يلا، راح بيراميدز يلا، ايتي كوتي بوتي قلبي، ايتي قلبي عيشك وظبطي الدنيا. بس احنا جمهور محترف، جمهور متحضر، جمهور مؤدب. ما بنحبكش عشان ما بنحبش لعبك، مش ما بنحبكش عشان انت جعان وعايز فلوس، لا حاشا لله. مستقبلك وعيالك ودنيتك الله يسهل لك ويستر عرضك. انما احنا جمهور يابا، عندنا الضغط والسكر والسل وحاجات غريبه عندنا. الله يستر عرضك ويسترها عليك ويسترها علينا. توكل على الله يابا وشوف قرشينك الزياده فين وتوكل على الله. سيبنا يابا، سيبنا، احنا فينا اللي مكفينا يابا. احنا رايحين نلاعب ليونيل ميسي في كاس العالم واحنا ما عندناش قلب دفاع. فتوكل على الله كده بقى عشان نعرف نجيب ايه، ها، حته لوز العنب كده جنب اخوك اشرف داري، ها، عشان كده. وليونيل ميسي بقى ما يعرفش يخترق بقى. انما مين يابا؟ ليونيل ميسي ده لو كان عنده 65 سنه اقسم بالله يعدي شبه السكينه في الحلاوه بقلب البتنجان. ده انا انت شلت من على قلبي كده هم، انا اقسم بالله هم، والله العظيم. رامي ربيعه ده بالذات مش ابن النادي بس والله ورب البيت ورب اللي رفع السماء بلا عمد، انا بحب اشرف داري عنه. اشرف داري ابن 9 الصبح بحبه عن رامي ربيعه. بحس انه له في الكوره، بحس انه مش فزلوكه، بحس انه بيعمل الصح. انت شفت ماتش صن داونز؟ شفت الاسيست اللي عمله اشرف بن شرقي؟ ده ما يعملهوش بقى، ما يعملهوش باك رايت، ما يعملهوش واحد في نص الملعب، ما يعملهوش واحد وينج من الوينجات. اشرف داري طراز عالمي. مشكلته الاصابات، بس مش كده، مش كده يا رامي. ما تبقاش مقرف يا رامي. انا مش هكدب عليك يا حبيب قلبي، مش هكدب عليك، مش لا 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 وقت للنقاش وللحوارات. خلصنا. توكل على الله يابا، خد شنطتك وتوكل على الله، وطك الجامده دي توكل على الله يابا، الله يصلح حالك. تمام. نخش بقى على الموضوع اللي بعده، الا وهو اصدار قرار لعب مباراه القمه باللوائح اللي اتغيرت من الاستاذ الجهبذ الكبير قوي طه عزت. بيقول ان كل حاجه بتخدم في صالح النادي الاهلي من حيث الحق، مش التطبيل، ماشي، من حيث الحق
عندك لوائح بتقول ان المنسحب ده اسمه لازم يروح الملعب عشان يتسحب عليه او يتحاسب عليه ان هو اسمه منسحب، ويبعت مذكره بان هو منسحب. خلاص خلاص. انما الاهلي اصلا ما راحش الماتش، لم يعلن ذهابه الى ارض الملعب. فبالتالي قرار اللي المفروض يطلع من الرابطه او من اللجنه او المفروض باعاده مباراه القمه. اسوأ الظروف قوي يعني. الثبات على الثلاث نقط اللي اتخصموا، يعني يبقى الوضع على ما هو عليه اللي احنا عليه دلوقتي، اللي احنا ما فيش فيه تغيير اصلا دلوقتي. انا مش بحبذها عشان انت هتظلمني كده في 3 نقط طاروا مني، وانا اصلا ليا الحق، وده رايي في الموضوع كله من طقطق لسلام عليكم. ما عنديش كلام كتير فيه، كتير المفروض يتقال. بكره طه عزت مدعو للتحقيق وللشهاده عشان القانون اللي اتغير مره واحده، وعشان القرعه اللي اتعملت الفجر، وعشان ال5 ايام اللي انت زنقت فيهم الاهلي اللي هو ما يلحقش يطلب حكام اجانب. طب ايه القوانين اللي اتغيرت في يوم وليله دي؟ ايه كل ده بكره باذن الله. يا خبر النهارده بفلوس، بكره ببلاش، بكره هنعرفه. وانا اهو وحضراتكم اهو، واللي معايا على التيك توك عارف كويس جدا ان انا مصر ومتاكد من معلومه ان المباراه هتتعاد. وانا اهو وانتوا. قبل ما تقفل الفيديو، بعد اذن حضرتك لايك وشير وكومنت، قول لي رايك في الحلقه باختصار. سلام عليكم.